صفر مقابل صفر. قلت إذا نهاية المباراة بتعادل الفريقين صفر مقابل صفر. فريد ملولي الإرادة وحدها ما كفتش. تعادل يعني مخيب الامال نظرا لحاجه الشبيبه بنقاط هذه المباراه، ولكن هذا ما يعكس انه الشبيبه اليوم اظهرت بعض الجديه وبعض الجهد للفوز باللقاء، ولكن حقيقه لا يوجد بنك احتياط قوي يعتمد عليه للعب شبيبه في رابطه ابطال افريقيا. مراد في اعتقادي ايضا اللاعبين لعبوا تحت ضغط كبير، ربما ما كانوش متحرين، ما كانوش كما يقولوا الاز، ما كانوش مرتاحين. هذا كان منتظر، واي مدرب لابد ان يلقى الحلول الانسب. نعم، هي شفنا الشوط الثاني لم يكن بمغاير كما شاهدناه في الشوط الاول، ولو ان في الشوط الاول كانت فرص كاد فيها شبيبة القبائل خاصة في الدقائق الأخيرة أن يسجل، ثم استفاقة كذلك في الشوط الثاني في الثواني الأخيرة. هل هذا المنطق لم يكون مسير كما ينبغي؟ هذه الإرادة للدقائق الأخيرة كنا نتمناوها في بداية اللقاء. كان في بداية اللقاء عندما فريق شبيبة القبائل كان راح إلى الهجوم، كان يقدر ما يخليش الفريق الخصم يامن بقدراته. مع مرور الوقت عرف كيفاش يتربع وعرف كيفاش يضغط عندما يكون فيه ضغط، يعرف كيفاش يخرج من حين لاخر. ما خرج كثيرا، ولكن هذا اللي عقد من مأمورية شبيبة القبائل. فيه إرادة للاعبين، ولكن الإرادة لا ما كافية إذا كان ما فيهش منهج لعب، طريقة لعب وخطة واضحة. كما قال ملولي بنك الاحتياط تكلمنا عليه في بداية الوصف، وقلنا لم يغير شيئا بنك الاحتياط. دخول متأخر، لاعبين شبان أيضا متأخر، لأن ما كانش عنده حلول، ما كانش عنده ورقات بديلة اللي كان يقدر يوظفها قبل فوات الأوان. حتى الخبرة على الصعيد الإفريقي ناقصة من جهة شبيبة القبائل. نعم، ناقصة من جهة شبيبة القبائل. لذلك قلت أن الخيارات الأولية بالنسبة لشبيبة القبائل في بداية الموسم كانت متأخرة بعض الشيء، وحتى الخيارات التي عملتها الإدارة الآن في استخدام اللاعبين لن يكونوا متاحين حتى الدور الربع النهائي، لذلك أو في الدور الثاني من دور المجموعات. لذلك نظن أنه كما قال الآن الشيخ وردي، قيمة اللاعبين في بنك الاحتياط من قيمة الفريق. لما يكون عندك بنك احتياط قوي وثري، يكون عندك فريق قوي وثري، لأنه قيمة اللاعبين في بنك الاحتياط تعطيك قيمة اللاعبين الموجودين داخل أرضية الميدان. لذلك نظن أن الآن شبيبة القبائل عليها ترتيب أوراقها هذا الأسبوع، لأنها ستواجه هذا الفريق في ميدانه. على ذكر هذه المواجهة القادمة، الفريق ربما ما نقولوش في احسن حالاته، المهم تفادى الهزيمه، ولو انه كنا نتمناو انه يفوز. التعادل في هذه المباراه ممكن يخليهم يسعوا بجهود مضاعفه نقدر نقول لاسترجاع الامور في المباراه العوده، لانه يفترض انه ما عندهمش حلول اخرى. نتمنى ان شاء الله، حتى ما يخرجوش من السباق، لانه حتى هذا الفريق في ميدانه ليس بالفريق القوي. فعلا. رايناه امام الاهلي المصري، رأيناه كذلك في المباريات كثيرة في البطولة في الأدوار الإقصائية، ليس بالفريق الكبير داخل ميدانه. لذلك نتمنى إن شاء الله أن الشبيبة تكون في أحسن أيامها الأسبوع القادم للعودة على الأقل بنتيجة مرضية تبقيها في صراع الذهاب إلى الدور الربع النهائي. مراد، نتيجة اليوم ممكن يقدروا يتجاوزوها، يعني ما تأثرش على المباراة القادمة، لأنه المباراة القادمة خلال 5 أو 6 أيام فقط. هي مقابلة مختلفة تماما. تلعب في خارج ميدانك، الضغط راح يكون على الفريق اللي يلعب في ميدانه. نشوف بالك نفس السيناريو، فريق راح يلعب ويسير، وفريق راح يحاول باش يكسب. الأكيد تحت هذه المعادلة زيمبور لازم يجد أطروحة مماثلة من أجل ولما لا العودة بنتيجة إيجابية. الأمور كما يقول لك، رغم أن التعادل كان مر، لأن الفريقين ما راهمش في أحسن أحوالهم. عندهم اليوم نقطتين في 3 لقاءات، الأكيد فيه تضييع للنقاط. المؤكد هو كذلك مقابلة العودة ستكون بمنوال آخر وبطريقة على زيمباوير،
كما تكلم، هل لديه الحلول؟ هل لديه بنك؟ هل لديه لاعبين راح يرجعوا من اصابه؟ هل اللاعبين الجدد في الميركاتو؟ هل كثيرة؟ هل المباراة القادمة الوقت قصير للاسترجاع؟ نعم. هذا شيء ثاني نقدر نقول بين قوسين مطمئن. الفريق لم يظهر أشياء كثيرة، الفريق المنافس يعني يخليهم أنهم قادرين يناوروا في المباراة القادمة ويسترجعوا إمكانياتهم في أقرب وقت. شوف 5 أيام كثيرة بعض الشيء لاسترجاع، لأنه فيها سفرية نعم وفيها سفرية، نعم قادرين بعض الشيء لاسترجاع ما ضيعوه ضيعوه في مباراة اليوم.